اكتر 5 لعيبه حطموا ارقام موسوعه جينيس. في المركز الخامس نيمار اللي عنده 4 ارقام، منها انه هداف المنتخب التاريخي للبرازيل، واغلى صفقه انتقال في التاريخ من برشلونه لباريس سان جيرمان ب 222 مليون يورو. في المركز الرابع كيليان امبابي، وده من اصغر اللعيبه اللي حققت ارقام في موسوعه جينيس، وعنده 5 ارقام، ومن انجازاته انه الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، واصغر لاعب يوصل ل 100 هدف في الدوري الفرنسي، واكتر لاعب بيسجل في نهائي كاس العالم من سنه 66 لما سجل هاتريك في نهائي 2022 في قطر. في المركز الثالث روبرت ليفاندوسكي اللي عنده حوالي 9 ارقام، ومن انجازاته ان في ماتش واحد بس نزل من على الدكه جاب 5 اهداف في 9 دقائق، وبالماتش ده بس كسر 4 ارقام قياسيه، وبقى اسرع بديل ينزل ويجيب 3 اهداف، وبقى اسرع بديل ينزل ويجيب 4 اهداف و5 اهداف، وبقى اسرع بديل ينزل ويجيب اهداف عموما. وفي المركز الثاني كريستيانو رونالدو اللي عنده حوالي 40 رقم قياسي، ومنها انه الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنيه، واول لاعب يسجل في 5 نسخ مختلفة من كاس العالم، وهو اكتر شخص عنده متابعين على انستجرام. وفي المركز الاول ليونيل ميسي اللي عنده اكتر من 41 رقم قياسي، وهو اكتر لاعب اخذ الكرة الذهبية، واكتر لاعب سجل في سنة ميلادية واحدة وكانت سنة 2012 جاب 91 جول، وهو اكتر لاعب شارك في مباريات لكاس العالم برصيد 26 ماتش. ميسي ورونالدو 2 اساطير وارقام قياسية اتحطمت قدام عينينا، كنا محظوظين ان بنشوفها وهي بتتكسر. قول لي، هل اللاعب المفضل ليك كان من ال5 اسماء دول؟